العام الرجل الذي يقدم أداء كبيرا جدا هذا هو سفيان رحيمي لاعب نادي العين، بينما يعلم تماما هذا الرجل مارسيل كولر بأنه يبحث عن بطولة أخرى ويبحث عن مجد آخر ويبحث عن تألق آخر اعتاد على ذلك في سنواته القليلة مع النادي الأهلي التي حقق من خلالها العديد من الإنجازات والبطولات والأرقام والتاريخ، وكتب سجلا في غاية الروعة يجعل من مارسيل كولر أحد أفضل الأسماء التي مرت تاريخيا على تدريب النادي الأهلي، ويواصل مسيرته من خلال إحداث هذا اللقاء في الظهور الرسمي العاشر للنادي الأهلي في هذه البطولة كواحد من أكثر أندية العالم حضورا في الانتركونتيننتال وأكثر نادي عبر التاريخ لعبا لمباريات هذه البطولة. النادي الأهلي في ظهور جديد بعد السنة 2023 وقبل ذلك في اثنين من خلال هذا اللقاء. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة لكن مقابل أهلاوية داخل منطقة الجزاء، عرضية أولى داخل منطقة الجزاء أمامية ملعوبة، الكرة الماجرات اليمنى تصل عن طريق اللاعب الحاضر أمام المرمى خالد. كرة بمحاولة من يحيى عطية الله داخل منطقة عن طريق الله يا إمام الله يا إمام الله يا إمام، الحضور إمام إلى داخل منطقة الجزاء رأسية في هذا اللقاء. محمد هاني يغيب وكريم فؤاد قائمة. كرة الله 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 الله، يا سلام على كرة في غاية الروعة وفي غاية الجمال، وخالد عيسى يتألق. شوف يا سلام يا سلام يا سلام ما بين حسين وما بين وسام أبو علي، كرة جميلة جدا لكن خالد عيسى يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة تصل إلى رامي ربيعة من جديد. خالد عيسى يسرق نجومية اللقاء من الدقائق، لكن شوف الله يا رامي الله يا رامي الله 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 يا رامي بالقدم اليسرى لرامي ربيعة. هذه دائما وابدا كرة من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء في تنفيذ الكرات الثابتة من يحيى. الآن رأسية تأتي خطيرة جدا أخرى مرت بجوار القائم تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لنادي العين. هذه الكرة هذه المحاولة والرأسية من طاهر سيلعب مع الفائز من هذا اللقاء يوم 4 كوبا ليبرتادوريس، لم يتحدد بعد بطل كوبا ليبرتادوريس السلبي ما بين الفريقين. محاولة عيناوية الآن، كرة بمحاولة أهلاوية أمامية ملعوبة طالت عليها إيريك الآن عرضية داخل منطقة مرور أهلاوي. الشحات يحاول المرور يسقط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي العين. يبدو بأن هنالك لمسة يد على يحيى. يتقدم كوامي الآن، محاولة مرور بطولة كأس انتركونتيننتال. كرة بمحاولة أمامية لكن وما يبقى من عداوة تاريخية يظل كرة شيء ما بين جماهير الفريقين، ألا أن في كل مكان ولا زالت الأمور أمامية من أكرم الآن داخل منطقة الجزاء بالكعب. تدوير جميل جدا للكرة وللمحاولة عرضية الآن. محمد يحاول السيطرة على الكرة لكن بعد ذلك يمتص هذه البداية القوية. كرة بمحاولة ملعوبة من إيريك لكن مرت كرة إيريك لا زالت مستمرة وقائمة، ثم بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان ركلة مرمى انطلاقة عن طريق إيريك. هذه الكرة عن طريق كاكو تعود من جديد لمصلحة الابقاء على مراقبة اللاعب سفيان رحيمي. مستمرة وقائمة، عادت من جديد عرضية داخل منطقة الزمالك هنالك في أبو ظبي. كرة محاولة عرضية أهلاوية ملعوبة، خطر الكرة من وسام بس انا ما كنتش متخيل انك حتسجل يا وسام. لا زالت مستمرة وقائمة داخل المنطقة رأسية تأتي لكن كرة بارك يونغ وو الى خارج ارضية الملعب، والمحاولة الى ركلة مرمى. هذه اللقطة هذه المحاولة وهذه هي الكرة.
يلعبها في الجهات اليمنى. بندر الحبابي داخل منطقة ميز مع بداية هذا الموسم. كرة بمحاولة طالت على الجميع سهلة عند حارس المرمى محمد النادي الأهلي. كرة بمحاولة أمامية داخل منطقة أرضية الميدان تصل إلى رمية تماس. محمد الشناوي ملعوب المحاولة داخل منطقة الوصول إلى طاهر محمد. طاهر محمد يلعب بارك إلى إيريك إلى عرضية داخل عيناوية. محاولة من بلاسيوس تسديدة مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى رأيك الآن في الجهات اليمنى. محاولة وصلت إلى في الجهات اليمنى. أكرم على مشارف المنطقة. كرة من حسين في المرات القادمة. كرة بمحاولة أمامية عين تنفيذ الكرة والمحاولة الآن أمامية أهلاوية مع عطية الله. عرضية داخل منطقة الجزاء تعود إلى إمام يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. كرة إمام عاشور. شوف انطلاقة يحيى عطية الآن أمامية إلى الشحات إلى حسين. مباراة انتصر فيها على الاتحاد يبحث عن انتصار جديد. الله يا حسين أمامية تسديدة تأتي لكن المرور هو وبلاسيوس الآن زالت مستمرة من حسين إلى يحيى إلى عرضية داخل منطقة الجهات اليمنى. عرضية داخل منطقة الجزاء. الله متعة فرقة حلاوة عسل. كده انت صح. انت صح يا امام. الله عليك الله يا امام. الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال. الله الملعب والبديل هو سيغوفيا. كرة بمحاولة ولتبديلات. كرة عند البديل سيغوفيا الآن للأهلي وجماهير النادي الأهلي. كرة بمحاولة عرضية أبو علي داخل منطقة الجزاء. ملعوبة كرة خطيرة جدا لكن إلى خارج أرضية الملعب. كوامي إلى خارج أرضية الميدان. يسرى الآن أمامية ملعوبة لكن طالت أمامية أهلاوية داخل منطقة الجزاء. ملعوبة خالد عيناوية. كرة عيناوية ملعوبة داخل منطقة الجزاء للنادي الأهلي. فرصة من جديد تسديده مرة أخرى. إمام في التوقيت المناسب. خالد عيسى يتدخل ويبعد الكرة. تسديده قوية. يسرى الآن ملعوبة داخل منطقة الجزاء. كرة من مهنات هدف تأكيد الإقلاع وركوب. يصل إلى الدور القادم والمرحلة القادمة جدا. وصلت إلى حسين من جديد. حسين تسديده. الله على الرز الفلاحي التحفة. الرز المعمر اللي ريحته جايبة اخر الشارع. بصوا يا جماعة التفاصيل. انا جايبه لكم الكاميرا قريبة جدا عشان تحسوا معايا الطعم عامل ازاي. بنجيب طاجن ونحط فيه 3 كوبايات من الرز. ده الرز المناسب للطاجن بتاعي. معلقتين كبار كده من السمنة البلدي وعليهم الملح والفلفل الاسود. وهنقلب كل الرز مع السمنة كده علشان يتغلف الرز كله بالسمنة. يا سلام على الجمال. انا بحب جدا الوصفة دي. هنحط كوبايتين من الحليب وعليهم كوباية من المية. يعني اجمالي المية اللي هنحطها 3 كوبايات السوائل اقصد. يعني كوبايتين من الحليب وكوباية من المية. كنت الاول احط الحليب سخن بقى ولكن ما لقيتش فيه فرق خالص. ولعت الفرن على درجة حرارة 180 وبعدين دخلت الفرن الطاجن بتاعي في النص. ولما ابتدى يتشرب بالشكل ده طلعته وبعدين حطيت على وشه قشطة ودخلته تاني. عايزه اقول لكم بقى تحفه يا جماعه. ريحته تجنن. سهل جدا وبسيط وبرز مصري ومفيش اجمل من